انطيكم مام للاخر يا والله اذا نحن الولاد ناكلكم بسنوننا اخر شي ما نسلمكم. والله العظيم احيانا العفو بغير مطرح ومصيبه. قصدك عن منو يبا؟ والعنهايه في الاولى النظام والشبيه 11 شلون ساوى. هاي كلها من وراء اذهبا فانتم الطلقاء، ده الله ايش قد ذبحه من المجاهدين. يايبا قال اذهبا فانتم الطلقاء مو غلطان. شلون مو غلطان يا بنتي؟ يايبا عملهم شيم واخلاق الاسلام. يا بنتي شيم الاسلام واخلاق الناس تفهم وترتدع وبقلبها انسانيه، مو لهذول اللي 50 سنه قتلوا اجرام وتشريد وما حرك بقلوبهم شيء. من الناحيه هاي حجك صحيح يايبا. هذول مفكرين هيك احنا على طول عفونا. هيك احنا انه وقت وصبر بعفونا، بس الله لا يشوفكم وقت يجي غضبنا. يا عرصات يا ديايس يا قليلين الوجدان والضمير، من الواحد يعفو عن انسان لازم يشكره مو يروح يفجر. خافوا مفكرين سوريا شغل العراق لما انقسم منكم طعنتم صدام بظهره وخنتوه. يا ولا احنا الشباب والشياب والولاد والبنات نروح ارواحنا وما نروح قائدنا ونطعنه ونبيعه. هاي القياده والعناصر ولادنا ونحبهم واطلعهم من بيناتنا. معقوله من كل عقلكم على تسوون شغابات ودي تسيطرون؟ ولا تفكرونها مصر لما صار مرسي الله يرحمه لما ظلت 3/4 الدوله خاينه من وراه وطيرته. سوريا مو هيك، ولا تقولون عاودنا شغل ولاء بشار الاسد. مو فرق كبير بين الخوف والولاء وبين المحبه وانتم ادرى، وهذا قائدنا الطيب وعناصره بحياتنا ما نخونهم ولا نسقطهم. والفرق شاسع بين انه يستلمك واحد مساوي حاله قائد بالخوف والظلم والتهجير والدمار، بين انه يستلمك قائد عاش معاك بهالخيم وتهجر معاك وعطش معاك وجاع معاك واليوم استلم القياده. فهذا ما استلم الا بمحبته واحترام الناس. وانتم يا شبيح يا مرتزقه يلي منتم عاد تفهمون من كل عقلكم بدنا نخضع لكم. فكرا معانا شوي 14 سنه لما كان نظامكم القذر قوي، قصف وتهجير ودمار و200 ألف معتقل والبحر تعبى عالم، وهديت من نص سوريا وشلعت من شجر سوريا كله وإيران وروسيا وحزب الله وما أدري منه، وما خضعنا لكم ولا انكسرنا. الحب شويه مرتزقه مجرمين عجبال بدك تكسرونا. انطيكم مام للاخر يا والله اذا نحن الولاد ناكلكم بسنوننا اخر شي ما نسلمكم. محافظة سويدة لا تنجرين ورا حدا، والله لسه نحبكم. انصحكم لا ينضحك عليكم ولا تخربون المحبه اللي بيناتنا. وانتم يا قسد والشبيحه وجه واحد، وبحياتنا ما ميزنا بيناتكم، وخلص صبرنا عليكم وجاء عذابنا ان شاء الله.